جمهورية مصر العربية من القاهرة تقدم الفنان الكبير يوسف شعبان في رؤية درامية جديدة لقصة الأديب العالمي نجيب محفوظ. العليم النجم طارق لطفي، بطولة حنان مطاوع، ناصر سيف، شريف خير الله، عفاف رشاد، محمد محمود وهبة توفيق. ضيوف الشرف النجم احمد نادر، ياسر فرج، فتحي خليل. الموسيقى التصويرية والألحان إهداء الموسيقار الكبير هاني مهنا. المخرج المساعد مياد عثمان. العريس رؤية درامية وحوار سيد رشوان. إخراج علي عبد العال. يا جماعة ايه اللي حصل؟ وقالوا ان في حاجة تخص فؤاد علواني. فؤاد امن الدم خده يعني ايه خده؟ ايه التهريج ده؟ فين عمرو القبض عليه؟ اي تهمة ومحتاجة فين؟ جرى ايه يا باشا؟ ايه ده كويس كده؟ انت البلد بيحكمها قانون طوارئ؟ لا طبعا مش هذا، ومش هسيب صاحبي يتبهدل، لا هو خاين ولا ارهابي ولا جاسوس، انا هفضحهم في الاعلام. دي معركتهم الاخيرة ومش شايفين هما بيعملوا ايه؟ توقع ان انت شخصيا يتقبض عليك وتتهاجم. يعني ايه؟ يعني اسكت يا فؤاد كده؟ لا طبعا مش هسكت. بص بقى يا فؤاد علواني، احنا ممكن ننجز ونخلص مهمتنا دي في ربع ساعة وتروح على بيتك، تاخد ولادك في حضنك، تاخد لك كمان دش كده بدل ما ريحتك اللي بقت تهرس دي. كل ده ممكن، وممكن برضه نفضل كده لحد ما اسمع منك اللي عاوز اسمعه. ان شاء الله اخليلك هنا فحكي معاك كده حبيبي وسمعني واشجيني يا فؤاد. بص يا باشا، ايا كان اسمك ايه انا ما اعرفش انت مين عشان مجمع عينيا. انا مش ارهابي ولا جاسوس ولا عيل صغير وماليش لازمه في الحياه عشان يتعمل معايا الكلام بتاعكم ده. لا انا صحفي وليا اسمي ومش هسكت على اللي بيحصل معايا ده. لازم تكون فاهم ده كويس قوي. سلام تضحك صدقني ضحكتيني في الحياه يا بنت اللي طول عمرك دمك خفيف. فتحيه فتحيه مين؟ وانت ما تعرفش ان ضيوفنا هنا ياخدوا باسم تاني يتنادي بيه طول ما هم مش عارفين. وانا بقى اخترت فتحيه الحقيقه لايقه عليك مش كده؟ ليلي بقى توحى. تفتكر حد زي فؤاد علوان ممكن ياكل معاه الشغل التعذيب النفسي ده؟ انت عاوز تقول انك مضر؟ عاوز اقول ان خلاص حيالكم وألاعبكم بقت مكشوفة. اخرس يا اتعرف. انت بتضرب يا جبان؟ ما انت لو عارف اني هوصل لك واعرف انت مين ما كنتش عملت ده يا جبان. اقول لك اقرا ما تعيش الدور يالا، ما تعيش الدور وتعيدك. تحب اقول لك اسم الضابط اللي كان مسؤول عنك ايه؟ انت مش اول مرة تعملها وتشتغل معانا. ما تعيشليش بقى في دور الشريف العفيف. قول اللي تعرفه عن الكام صحفي اللي في الجرنان بتاعك اللي هم ادمن الصفحات الثوريه على الفيسبوك. مين اللي ورا العيال دول؟ مين اللي وصلت عليهم عشان تعينهم في الجرنان وتطلع لهم كرنيهات نقابه كمان؟ مخابرات دول الخارجيه بيتنوروا ازاي؟ سافروا كام مره عشان ياخدوا تدريبات على اللي ناويين يعملوه هنا في البلد. اتكلم يا فؤاد يا علوان، اتكلم.
انا ما اكذبش عليك، اتفاجئت. زيارة اصلها غير متوقعة، لكن انا سعيد بيها جدا. انا اللي اسعد يعني، ومش هضيع وقت حضرتك كتير يعني. انا بس طالب منك خدمة لو ما كانش ده يساعدك. خير يا باشا، عندك مشكلة؟ ما تتكلم. الحقيقة هي مش خاصة بيا، لكنها في نفس الوقت تهمني جدا. طب يا سيدي، ايه هي بقى؟ الله، ما تتكلم يا اخي، خضتني ساكت ليه؟ وصديقي بس الصحفي المعروف فؤاد علواني. ايوه بقراله مقاله كل يوم، عجبني اسلوبه ورقته جدا، بيديله كويس قوي. وعشان بيديله بقى يا فندم قبضوا عليه اخواننا البعدة، وبقاله يومين كده مختفي بدون اذن نيابة ولا امر اعتقال حتى. انا عارف منهم طبعا ان هم بيقرصوا ودنه وهيطلعوه بعد كام يوم، بس انا قلقان عليه جدا. ويبقى اصله عامل عملية قلب مفتوح لسه السنة اللي فاتت، وما يستحملش الضرر والدين. فكل اللي انا طالبه من حضرتك تعمل تليفون كده لاي حد من معارف جنابك يعني، علشان عشان ايه بقى؟ انت عايش في البلد دي معانا بقالك كتير يا ابني. الحقيقة مش فاهم قصد حضرتك يا فندم. لا انت ذاتي كفاية عشان تبقى فاهم. انا لسه عقلي شدد حيله. انت كنت متخيل هتيجي تلاقيني خرفت وبدعي البطولة اني اقدر اعمل واعمل وعايش على اوهام الماضي؟ لا يا حبيبي، انا صاحي وعارف انا حاطط رجلي فين كويس قوي. اللي يقع في البلد دي ما بيقومش وبتكتر سكاكين. معقول اسلمهم سكة يدخلوا لي منها بموضوع زي ده؟ انا صحيح معجب بمقالات الولد ده، انما انا ما روضتش اسمي معاه قدام الغجر دول. والشغل مكشوف انت عارف، وبجحين ما بيعملوش حساب لا الصغير ولا الكبير. لكن نفسي اخدمك، انما اعمل ايه؟ مش هقدر. طيب حضرتك تنصحني يعني اعمل ايه يا فندم؟ اعمل عبيط. انت كده بتنتحر سياسيا. انت ليك عندي نصيحة، هي صحيح انا ما عملتش بيها، لكن في رقبتي وجه اليوم اللي ردها لك. يا ريت انت تاخد بيها. مش معنى انهم سايبينك ما تبقاش معاهم انهم هيسيبوك تبقى ضدهم. لا مش هينفع انت اكتر والله يا باشا. هو بس هقول لك على سر بقى. انا ليا واحد شيخ كده متصل بيه يفسر لي احلامي يعني من وقت للتاني. من يومين كلمته وقلت له اني شفت نجمة كبيرة قوي ونورها شديد قوي، بعيدة قوي. فضلت ماشية وراها وهي تبعد، اقرب وهي تبعد لحد ما انفجرت في السماء. انفجرت؟ بعدين بقى نجوم صغننة، والنجوم بقت ورد، والورد بقى يقع من السما على الارض. وما كانتيش اي وردة كده يعني؟ لحقت، بس كانت دبلانة. بس ريحتها كانت لسه فيها، كانت ريحة حلوة قوي لدرجة انها صحت من النوم وصحيت وانا لسه شم الريحة الحلوة قوي. لا ده خير ان شاء الله خير. الشيخ بقى قال لي ان ده معناه ان في شخص عزيز عليكي قوي هيرجع لك بعد غياب، فعرفت ترجعي. ده شيخ بركة قوي. بص يا اشرف، انا كنت جايلك في موضوع ايه ده اللي على الواقف كده؟ انت تقعد هنا كده وتقلع الجاكيت ده كده يا عيون قلبي رشا، وتقلع الشوز ده كده اهو، وبعدين تقولي هتتغدى ايه، وبعدها بقى نبقى نشوف موضوع ايه اللي انت جايلي عشانه. يا ابو شهر مسافر انت يا قمر. رشا مش كده. لا رشا انت علاقتك ايه دلوقتي يا رشا؟
جري يا عم باشا، هو انت ما بتزهقش من التحقيقات؟ اعتبره صاحبي. صاحبك برضه يا رشا فكري، ولا صاحبه هو اللي صاحبك؟ هتفرج عنه يعني، ولا لازم اجيب اسمه من فوق؟ ولا من فوق ولا من تحت، هو خلاص اتعمل مع الصح. ما بس كنا سايبينه كده على نار هاديه في الفرن عشان ما يبردش ولا يعدي مننا. بس طبعا ما دام رشا فكري دخلت في الموضوع ما نقدرش نتاخر. هيطلع يا ست رشا. مبسوطه؟ لا معقولة بالسرعة دي يا باشا؟ ده انا خفت لا اكون اتأخرت عليك. يا بنتي يا باشا لاقيين في داهية مصيبة. انا كان هو انت ضيعته من ايدك. وقال لك هنخرج. لو ده اللي همك فزمان اتخرج فعلا. ما كنتش اعرف ان حبايبي كتير قوي كده، وانت تغني على ناس كتير قوي كده يا توفى، لدرجه انهم يقولوا لي تسمحوني عشان اطلعك. ناس مين؟ وانت تيجي برضه. طب ما تاخد مني تديك طب خدني على فين؟ هوصلك يا توفى، هوصلك. الدول مين؟ بعدين يطلع عليكي شويه شباب كده ولا كده زيك. هنا كمان، هنا مفيش اي حد هيضايقك خالص. احنا في وسط الصحراء على بعد 2 كيلو من اسفل. في الوقت ده يلا توحى، يلا توحى بلاش دلع. يلا حبيبتي من فك عدل الدنيا ضلمة. انا مش هشوف اي حاجة، مش هشوف حتى العربية. هفكك ما تقلقيش. بس قلعتي انت الاول. يلا الدنيا حاجة. لا انت انت مش مليئين. استنى بس، استنى. انت مش متعرينا، خلينا احنا بقى نعرف شوية. رؤية درامية جديدة لقصة الأديب العالمي نجيب محفوظ. العريس. الموسيقى التصويرية والألحان للبائع الموسيقار الكبير هاني محمد.